الناس ديال سوس الله يعطيكم الصحة على هاد الطاجين هذا بنين اختي، ما عاد ديما نقول فيه طاجين مالح وحلو. بما ان راجلي من منطقة تفراوت فقلت علاش لا اليوم اللي ما نصوبش شي طاجين وسي يكون على حقه وطريقه. انا اختي شفت الطريقة في اليوتيوب وحاولت نطبقها كيف ما هي. الا غلطت في شي حاجة سمحوا لي، انا عارفة راسي غنكون تعديت عليه كيما كنتعداو على البيتزا، والناس الطاليان كيبقاو يتحسروا من جهتها. فكنقول لكم غير قبلوا عليا المسامحة، هادشي اللي عرفني الله. درت هنايا اختي طريف ديال اللحم قياسي انا وراجلي وبنتي، ودرت هنا بصيله في الاول العطريه درتها كامله، زدت عليها راس المعلقه ديال القرفه وشويه ديال الملح صافي وزويته، وخلط هذيك الحمام باش حرتها ما حتى حاجه. هنايا شديت بطيطه، هما في الاصل ما كيدارش ما دايرينش فيه بطاطا، ولكن حنا اختي ضروري من البطاطا، ضروري من البطاطا خليتها هذيك، ضروري اختي من البطاطا. درت هنايا اختي بطيطه هي اللي لتحت، وقطعت هنايا بصيله دواور من الفوق، وقطعت حتى مطيشه من الفوق. اللي زوين في هاد الطاجين هو انه تيخلط الحلو والمالح. شفت انهم دايرين فيه حتى البرقوق، ولكن اختي انا بلاصه البرقوق غادي نعوضو بالزبيب. درت هنا شويه ديال الزبيب ودرت الزيتون بلدي وطريف ديال الحامض مسير من الفوق. خليته اختي كيطيب على نار مهيله حتى طاب لي داك اللحم. انا حطيت كلشي في دقه واحده في الطاجين وطاب اللحم زبده. واحد الرويحه اختي طالعه منه، تعشينا بها اختي البارح، واليوم يلاه كومونتي في الفيديو. حطيت البارح الفيديو بلا صوت، وقررت انني اليوم ندير ليه الصوت، ومازال عاود شهيته على داك المذاق اللي كان فيه. هنايا اختي ختامها كيديروا البيض مسلوق من الفوق. واختي هذا هو الطاجين ديالي.